السلام عليكم، أهلا بكم على قناة وصفات نود. كل سنة وانتم طيبين وعيد أضحى سعيد عليكم جميعا يا رب. النهاردة هنعمل أحلى وصفة مخ بانيه بطريقة سهلة ولذيذة جدا. معايا حل على النار، هضيف ورق لورا وعليه حبهان وقرنفل وبصلاية واحدة متقطعة شرايح كده. هغطي بقى الحلة واسيبها لحد ما المية دي تغلي. كده المية بقت تمام قوي معايا. هضيف بقى المخ اللي عندي، حطيه بالراحة كده بشويش ونسيبه بقى ايه يستوي. هو مش هياخد من 5 إلى 10 دقايق كده، مش هياخد سوا كتير. طبعا بقى ما تنسيش الملح والفلفل الاسود في المية. كده تمام قوي، خد السوا بتاعه. شايفين بقى متماسك. هبتدي بقى اطلعه. انا هنا مجهزة مية بتلج، اشيله على طول من المية السخنة على طول في المية اللي بتلج. انا عايزاه يبقى يعني ماسك نفسه شوية عشان واحنا بنقطعه ما يتهريش مننا. كده تمام قوي، ابتدي بقى اقطعه شرايح كده بسيطة وبالراحة، يعني عشان ما يتهريش مننا بالشكل ده. هو طبعا المخ ليه كذا طريقة، بس بجد طريقة البانيه دي حلوة قوي واحلى طريقة الاولاد هيحبوها يعني. تمام قوي كده. اخد بقى جزء جزء كده بالراحة. اهم حاجة السكينة تبقى حامية معاكي علشان ما المخ ما يتهريش. كده تمام قوي، خلصنا الكمية كلها. اجهز بقى معايا البيض والبقسماط. طبعا البيض عليه فلفل اسود والملح. هضيف بقى قطع المخ في البيض الاول طبعا، وبعد كده ايه هحطه في البقسماط. شايفين انا بتعامل معاه بشويش جدا عشان انا مش عايزاه مهري ويطلع باحلى شكل. هنعمل بقى الكمية كلها كده بنفس الطريقة. طبعا بقى طرق المخ دي ليها كذا طريقة، بس بجد طريقة البانيه بتبقى اطعم واحلى بكتير. وانتوا عارفين بقى سندوتش البانيه المخ دلوقتي عامل كام دلوقتي بره؟ بجد مش هتلاقوه بنفس الطريقة والطعم هيبقى احلى بكتير من بره. كده عملناه في البيت بطريقة سهلة ونظيفة، وان شاء الله الاولاد هيحبوه جدا. غلي فيه بس بالبقسماط كده كويس قوي. كده خلصنا الكمية كلها. نكون بقى مجهزين الزيت سخن جدا، هتضيف عليه البانيه. تمام كده. نسيبه بقى لحد ما ياخد اللون الذهبي الجميل ده.
شايفين؟ تفضلي تقلبي فيه كده وبشويش وانت بتتعاملي معاه. ان شاء الله كده تجربوه على الطريقة الحلوة ديت، بجد طعمة جدا وهتعجبكم قوي. مع شوية بقى طحينة وسلطة والعيش هيبقى تحفة. شايفين جماله؟ يلا جربوه واشوف رأيكم في التعليقات، واشوفكم على خير بإذن الله في الوصفة الجاية. باي باي.